الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا وسهلا بكم في قناة يومياتي مع حماتي، معكم أم رقية. النهاردة يا بنات أنا جايه لكم فيديو جديد، أتمنى إن هو يعجبكم. هنعمل مع بعض البتاوي بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة ولا أي حاجة، وفي نفس الوقت بتديكي طعم كويس. أنا بصراحة كنت عايزة أصور عملته معاكم في القناة قبل كده، بس كنت عايزه اصوره معاكم بس التليفون فصل مني، فانا هقول لكم على المقادير الناجحه. ان شاء الله هتعمليها وهتبقى كويسه معاكي. انا دلوقتي هو اتعجب معانا اهو. عجناه ازاي؟ جبنا كيلو 2 كيلو دقيق علامه، حطينا عليهم كيلو دقيق ذره، وحطينا عليهم نص كوبايه زيت على سمن، وشويه خميره ومعلقه خميره وشويه سكر. صح يما؟ في حاجه تانية؟ زيت وكوباية سمنة. كوبايه زيت وكوبايه سمن. ولو برضك لو عايزين تعرفوا عجينه عملي برضك هحاول ان انا اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو دوت في صندوق الوصف تبقوا تشوفوه. وانا دلوقتي هقطع العجين بتاعنا. قطعت العجينه اهو زي ما انتم شايفين. هسيبه بقى يرفع معايا كده، هيرتاح معايا شويه، بس حاجات بسيطه بحيث ان انا وانا باجي اخبزه يبقى سهل معايا. اول حاجه يا بنات بنجيب شويه دقيق كده ونحطهم على الطبليه وابتدي ان احنا نخبز. شوفي كده من معلش بقى يا بنات لو التليفون بيتهز مني لاني ماسكاه بايد وبخبز بايد. وبنفردها بالشكل ده. وكمان احنا خبزنا اهوت. امي بتخبز اهيت خبز شويه كتار، وحماتي هي اللي هتخبز لكم بقى ديت عشان تشوفوها خبزها صح، لان التليفون عمال يتهز مني ومش عارفه اخبز قد كده. شاطره يا ماما. وكده يا بنات بعد ما خبزناها كده حطها في المكنه. دي حماتي يا بنات هي اللي قاعده قدام الفرن، يا ما شاء الله عليها شاطره قدام الفرن البلدي. عشان انا ماسكه التليفون مش هعرف احط في الفرن وانا ماسكه التليفون بايديا، فقلت اما اخلص بقى الحبه الاخرانيين كده وقاعده اصور لكم وهي بتخبز.
الخبيز يا بنات هوريكم المنظر ده. المنظر ده جميل جدا بصراحه، سحر بيهدي البال ويريح الاعصاب. ده حبايب قلبي اللي بيطلبوا مني ان هم يشوفوا مناظر الطبيعه اللي عندنا في الارياف، فانا هوريها لكم اهيت. ده الكرنب اللي مزروع جنب بيتنا بالظبط، ما شاء الله سبحان الله. بيكبر عن اليوم اللي قبله. يعني انا كنت موريها لكم في فيديو قبل كده، كانت الشتله بتاعته صغيره خالص، وما شاء الله اهوت عمال يكبر اهو. الكرنب ده ما شاء الله طعمه جميل جدا جدا جدا. لما بنيجي نعمل المحشي بناخد منه بيبقى صابح. وديت جنينه العنب بقى اللي انا كنت موريها لكم قبل كده. الورق بتاعها سبحان الله بيبقى في الصيف مرعرع جدا، وفي الشتاء بينشف. بس هما بيستغلوا بقى الارض ان هما بيزرعوا في الارضيه كرنب، بسله، اي حاجه خضار في قلب الارضيه كده زي ما انتم شايفين. وبيبقى بقى طول الصيف بيبقى العنب ده طارح وبيبقى جميل جدا. بنات اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم في رعايه الله، وما تنسونوش باللايك والشير وسبسكرايب، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا وسهلا بكم في قناة يومياتي مع حماتي، معكم أم رقية. النهاردة يا بنات أنا جايه لكم فيديو جديد، أتمنى إن هو يعجبكم. هنعمل مع بعض البتاو بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة ولا أي حاجة، وفي نفس الوقت بتديكي طعم كويس. أنا بصراحة كنت عايزة أصور عملته معاكم في القناة قبل كده، بس كنت عايزة أصوره معاكم، بس التليفون فصل مني. فانا هقول لكم على المقادير الناجحه ان شاء الله هتعمليها وهتبقى كويسه معاكي. انا دلوقتي هو اتعجب معانا اهو. عجناه ازاي؟ جبنا كيلو 2 كيلو دقيق علامه، حطينا عليهم كيلو دقيق ذره، وحطينا عليهم نص كوبايه زيت على سمن، وشويه خميره ومعلقه خميره وشويه سكر. صح يما؟ في حاجه تانية؟ في زيت وكوباية سمن. كوبايه زيت وكوبايه سمن. ولو برضك لو عايزين تعرفوا عجينه عملي برضك، هحاول ان انا اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو دوت في صندوق الوصف، تبقوا تشوفوه. وانا دلوقتي هقطع العجين بتاعنا.